الشنطة جاية علينا. إله يجي لك ويحط عليك يا اللي ما بتفهمش. اهم قعدوا في البيت وبلطوا، هنخرجهم ازاي دول؟ ده مش هيطلعوا ولا بالطبل البلدي. تاكلي يا عمتي؟ انتوا مش هتناموا؟ لا ننام دلوقتي ايه؟ احنا هنصبر نفسنا بلقمه دلوقتي عبال ما يجي احمد ونتعشى سوا. هاتي صبرينا وصبرينا. يلا بسرعه قبل ما تطفحوا. لسه هتتعشوا؟ البت ايتن دي غل الدنيا فيها، زي ما تكون مش عايزه تشوف حد فينا خالص. طالعه لامها اكيد. وانتي هتعملي ايه؟ هعمل ايه يعني؟ هاخد شغلي وخلاص. بعدين مروان ده يبقى ابن صاحب الشركه. اي نعم ايتن بتديرها، بس اكيد مش هتمشي كلامها عليه. طيب وميرا ايه اخبارها؟ ميرا واقعه على الواد، تقول له انا عايزه كذا يقول لها حاضر. ميرا دي بنت كويسه وتستاهل كل خير. بقول لكم ايه، احنا كل واحده فينا تقبض مرتبها ونروح ندور لنا على شقه. لا لا، خلينا قاعدين على قلب سيده شويه. ده انا نسيت. دي مامة سعيد كلمتني عشان لمار وبعد اللي حصل نسيت ان انا اعتذر لها. طب خلاص كلميها دلوقتي. اه فكره. الو استاذ علاء. هو ده مش تليفون المدام؟ لا لا انا اسفه. لا بصراحه هو انا كنت عايزه اعتذر لها عشان ما قدرتش اجي النهارده. خلاص ماشي، متشكره قوي. مع السلامه. ده شكلهم متخانقين. بيقول لي انها سابت التليفون في البيت وخرجت. وانتي مالك زعلانه كده ليه؟ اصل الاستاذ علاء شخص كويس جدا، وقف جنبي وبيهمني انه يكون مبسوط. وبصراحه الست مراته كويسه جدا كمان، ولمار وقفت جنبي. ايه؟ هي دي ساكته ليه؟ ايه فصلتي ولا ايه؟ تخيل ان مجدي عنده فشل كلوي. لا حول ولا قوه الا بالله. ما كانش عايز يقول لي. كان دايما بيقعد يقول لي ان انا لازم احارب المرض، ولازم ابقى اقوى من كده، ولازم اشتغل. هو حياته وصحته متدمره. هي الناس كويسه كده، الناس اللي بتحس بالناس كده تلاقيها دايما شايله اكتر بكتير من اي حد وما بتتكلمش. زي بابا كده الله يرحمه. انتوا عارفين، انا بقالي كتير قوي ما سمعتش كلمه حلوه من ساعه بابا ما مات. كان دايما بيقول لي اني قمر وست البنات. كنت اسيبه واروح اقف قدام المرايه واقول فين القمر دي. انا مش حلوه زي نجلاء، ولا رقيقه زي سمر، ولا لونة وجذابه زي مروه، ولا فيا انوثه زي كاميليا. انا بقى لما كنت في اعدادي كتبت قصيده شعر، قلت اوريها الاستاذ بتاعي. قال لي ما تحاوليش تاني. زعلت قوي. عارفين لما بابا قراها حصل ايه؟ عيط. يا حبيبي. اه والله. ساعتها قال لي انه في ناس بتفهم الشعر وفي ناس بتحس بالشعر، والمدرس بتاعك ده عديم الاحساس. انبسني ومسك ايديا وبص على صوابعي وقال لي في يوم من الايام هيبقى ليا ديوان شعر كبير قوي، وان كل الناس هتتكلم عني. ساعتها اتمنى اكون عايش عشان اقول لكل الناس ان انا بنته. لما الدنيا كانت بتضيق بيا كان بياخدني في حضنه. عارفين لما قلت له اني عاوزه اشتغل قال لي ايه؟ قال لي اني مش ممانع انك تشتغلي، بس اوعي شغلك ده عشان فاكره اني مش هقدر على مصاريفك. وضحك وكانه بيخبي دموعه، وقال لي اوعي تكوني محتاجه اي حاجه في اي وقت وما تقوليش. وانا عارفه ومتاكده انه مش معايا. كان بيحبنا قوي. يوم فرح كاميليا جه قعد جنبي وقال لي ان احنا بالنسبه له بالدنيا دي كلها، وانا مش عايزه احس ان هو ممكن يخسر الدنيا دي.
كان خايف إن إحنا ممكن نبعد عنه أو نحس إن هو مش قادر يحقق لنا كل حاجة إحنا عايزينها. مرة قعدت في البيت وقلت له أنا مش نازلة بره البيت، مش رايحة الجامعة حتى. قال لي إزاي؟ أنتِ ما فيكيش أي حاجة لازم تنزلي. قلت له أنا بخاف من الناس، مش عايزة أنزل. قال لي لأ لازم تنزلي عشان ربنا معاكي. ربنا معاكي وعمره ما حد هيقدر يعمل لك أي حاجة عشان أنا بدعي لك. ادعوا له ربنا يرحمه. ايه يا ابني؟ عايز مني ايه؟ ارحم امي بقى. هو انا اتكلمت ولا فتحت بقي؟ بعدين ده انا جاي اعرض عليك الميزانيه. ميزانيه؟ اتسنطت؟ عرفت اللي اتقال؟ ارتحت من جواك؟ هو انت على طول فاهمني غلط كده يا لؤي؟ بقول لك ايه يا حبيبي، انا عايز اقول لك على حاجه. انا اللي عايز اقول لك على حاجه، على فكره وجيه مش سهل ومرقد لك، وخلي بالك بقى خفيف عشان ما تروحش في الرجلين. سلام يا لؤلؤ يا جميل، خد. صدق قوي الواد ده. مروح بقى السبعة دي مش هتتباع، محدش بيصلي دلوقتي. يا كبير امين. ايه الدنيا؟ خلصت والبضاعة اتسكنت وكل حاجة تمام. ايه بقى الكلام؟ اهو مات الكلام وجت من العالي، من العالي قوي يا ميتو. خلصانة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. انا كنت عايز اتكلم معاك كلمتين كده. لا عادي، اقعد. لا ميتو حبيبنا اخويا، مفيش مشاكل، ما بخبيش عنه حاجة. اقعد يا عم جمال. تعمل ايه؟ تمام الحمد لله. انا بس كنت عايز اسالك يعني عن الموضوع اللي احنا كنا اتكلمنا فيه. وانا في بيني وبينك مواضيع ولا مؤاخذة؟ لا هو مش بيني وبينك، هو موضوع كاميليا. كاميليا. بصراحة يا عم جمال بصراحة يا عم جمال، هي مش في دماغها الحكاية دي. مش في دماغها الجواز يعني؟ لا، هي بصراحة مش في دماغها تتجوز واحد قد أبوها. ايه يا أحمد؟ كاميليا قالت كده؟ بصراحة يا عم جمال، هي ما قالتش كده، هي قالت أكتر من كده. يا جدع عيب، يا جدع أقول له إيه؟ يا جدع عيب في ايه؟ أقول له إيه اللي قالت له بصراحة؟ هي قالت يعني لو كان على عم جمال أنا ممكن أحجز له جنب أبويا الله يرحمه. يا جدع يا ولعه، هات يا سحلب يا عم، اي حاجه. ايه يا احمد؟ طب يا عم، كاميليا قالت كده؟ بصراحة هي قالت لا أكتر من كده. يا لهوي عليك. دي راجل دي اتكلمت في الصبغه بتاعت شعرك، هي بنت بقى وبتفهم موضوع الصبغات بقى والكلام دوت. بتقول الصبغه اللي انت بتحطها دي سيئه جدا جدا جدا. بتقول يعني ان هي عاملاك زي البلياتشو لا مؤاخذه. اللي قالت عني انا بلياتشو؟ جمال يعني هو بس كان عايز يفهمك حاجه تانية من زمان. اخس عليك يا كاميليا، شايفه ان انا بلياتشو؟